قصدك يعني إن أنا عجوزة؟ ده أنا أصغر من مراتك وصحتي أحسن منها كمان. ليلى قالت لها حمزة ما يقصدش حاجة يا سماح. بابا قال خلاص بقى، هو إيه اللي حصل لكل ده؟ ما خلاص يا سماح، يلا يا حمزة خد مراتك واطلعوا على فوق. المهم عدت الأيام والشهور، وفي يوم ليلى تعبت قوي، قالت لي الحقني يا حمزة أنا شكلي بولد. قلت لها انت هتولدي النهارده؟ انت متأكدة؟ مش الدكتور بيقول ان انت لسه قدامك اسبوع؟ ايه اللي حصل؟ قالت لي معرفش يا حمزة، أنا مش قادرة، وديني المستشفى بسرعة. ونزلت قلت لبابا، وساعتها جه معايا. وقتها سماح اتصلت بيه وقالت له الحقني أنا بولد، وبابا راح جابها. وساعتها قالوا إنها ولدت، وقال إيه مش هينفع يشوف الولد عشان هو في الحضانة. كنت حاسس إن في حاجة غلط، بس أنا ما كنتش فايق لكل ده، لأن ليلى كانت غابت في الولادة قوي، وأنا كنت قلقانة عليها. والكارثة اللي حصلت هحكي لكم بعدين عليها. المهم جت الممرضة وقالت إن ابننا مات. وقتها ليلى طبعا انهارت، وانا حاولت اتماسك عشان ليلى، لكن قلبي كان موجوع. لو حابين تكملوا القصة، اسم القصة مكتوب على الفيديو، وكمان في سهم تحت صورتي في الفيديو، دوسوا عليه هيدخلكم القصة على طول.